اليوم رح نحكي عن 5 مشاهير اختفوا فجأة بدون أي توضيحات منهم، وقصة اليوتيوبر الأخيرة بتصدمكم أكثر وحدة منهم، فكملوا الفيديو للأخير. أنا مؤمن ما تنسوا اللايك وتشتركوا لنقدر نوصل 2000 مشترك بالقناة، وخلونا نبدأ بالفيديو. وهلأ اجى الوقت اللي صار لازم فيه إني أترك اليوتيوب. أنا ما عاد أنزل أي فيديو على اليوتيوب، بس حابة إني لكم شغلة. في السعودية تقريبا حوالي 20% من لاعبي الرياضات الإلكترونية هم من النساء، وفي بعض المصادر بتحكي إنه نسبة النساء من إجمالي اللاعبين ممكن توصل ل 48%، بس رغم هالإحصائيات اللي بتأكد إنه في كثير مشاركات من النساء، لكن فعليا داخل الكلانات التنافسية مشاركتهم أقل بكثير كصناع محتوى. بس في كثير ناس ما بتعرف عن أول صانعة محتوى بنت انضمت لفريق باور. في تاريخ 9/3/2021 نزلت تغريدة على صفحة باور الرسمية بتويتر: نرحب بأول صانعة محتوى في الفريق. فمين هي إيفا بالضبط؟ إيفا هي بنت سعودية صانعة محتوى على منصة يوتيوب، وبرضه ستريمر وبتبث على منصة تويتش. اللي قدرت تعرفوا عنها إنها استمرت مع باور لمدة سنة فقط، وكان عمرها بهذاك الوقت 22 سنة، لكن بعدها خرجت من باور بشكل غامض جدا، ولليوم ما في أي تصريح من جانب باور أو تصريح من جانب إيفا بيوضح سبب الخروج. وحاليا إيفا تركت قناتها على اليوتيوب، وبرضه تركت حسابها على تويتش، واعتزلت صناعة المحتوى بدون أي تفسير. شوف بالله ناظروا، لا شوفوا الطقم حق باور الجديد ترى ما عندي. بس اقول الطقم الجديد اللي كذا مخبينه وحالتهم حاله يبغون يخفونه ترى عندي. علمتكم، اللي بيشوفه يدفع. وراي هنا ضحم. لما تكون انت يوتيوبر ناجح وعندك عدد قليل من الكارهين، وبرضه عندك دخل عالي جدا بسبب شغلك من منصة اليوتيوب، فما حيكون عندك اي عذر او سبب مقنع بانك تترك اليوتيوب فجأة. بس هذا بالضبط اللي صار مع هايلة تي في. في تاريخ 6 أغسطس 2017 نزلت فيديو بعنوان الفيديو الأخير وداعا، وما وضحت السبب اللي راح يخليها تترك قناتها. اكتفت فقط بانها تشكر الناس على دعمهم، ومن بعدها تركت اليوتيوب والسوشيال ميديا لمدة 4 سنوات. هلا صار وقت بداية جديدة وتحدي جديد. بدي أنهي الفيديو بنصيحة واحدة، بس قبل بدي أقولكم أني هذا آخر فيديو بنزله على قناتي، وبتمنى أني أكون تركت بصمة إيجابية. بوجه كلامي للمرأة بمجتمعنا الذكوري اللي بيظلم المرأة: إذا عزمتي على هدف رح توصلي للي بدك إياه مع كل العوائق. بتمنى أوصل ليوم أنا عايشته أشوف المرأة أخذت حقوقها كما نص الإسلام وليس كما نص العرف. بحبكن من كل قلبي، بحبكن وشكرا. هايلة تي في رجعت بعدين ونزلت كم فيديو، بس للأسف إنها ما استمرت وتركت قناتها لليوم. ولكن للأسف هايلة تي في ما كانت الوحيدة اللي بتختفي فجأة. اليوتيوبر سوتاجينا ماربلز كانت من أوائل اليوتيوبر في صناعة المحتوى باليوتيوب، وبسبب شخصيتها الفكاهية والمميزة ومواضيع الفيديوهات القريبة من جمهور الإنترنت صارت فيديوهاتها بتنتشر انتشار سريع على منصات التواصل الاجتماعي. بس فجأة اليوتيوبر سوتاجينا ماربلز اختفت، والسبب كان إنه في ناس رجعوا يحكوا عن مقاطع قديمة إلها من بداياتها، وكان فيها هاي المقاطع أشياء الناس اعتبروها مسيئة زي نكات أو تقليد لأشخاص من أعراق ثانية. بس بوقت هاي الفيديوهات ما كان ينظر إلها بنفس هاي الحساسية. جينا شافت الهجوم اللي صار عليها، وبدل ما تبرر أو تتجاهل طلعت بفيديو مؤثر وحكت إنها ما راح تنشر محتوى ممكن يسبب أذى لأي حدا، وإنها حاسة بالذنب وبدها تتحمل المسؤولية. وبهيك قررت تترك اليوتيوب مش فترة مؤقتة، بل تركته تماما، ومن وقتها ابتعدت عن الشهرة والسوشيال ميديا بشكل كامل. بس اللي غريب فعلا إنه رغم مرور السنين الناس لليوم بيحبوها وبيحترموها، لأنهم شافوا فيها مثال للصدق والمسؤولية. And yeah, I know that I'm 33 and it's probably not for me, but what I learned from my Claire's makeover is that anything is for you if you do it to yourself and you want it to be. Hi. Who's to say what's for anyone? You should wear and look like however you feel like. I happen to think that this trend is really cute. When I first saw it, I thought it had to do with being a professional e-athlete, which I am. ولكن أغرب قصة ممكن تسمعها هي قصة أم سيف اللي نزلت فيديو بقناتها مفاجئ وكتبت فيه آخر فيديو بقناتي. والفيديو كان غريب ومدته 29 ثانية، وكان بالفيديو فيه أصوات غريبة، وبرضه عملت إشارة بإيدها، وهاي الإشارة معناها إنها تطلب المساعدة. قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض. أحلى 2 مرقوا بحياتي 2 اللي عشتها معكم. وهلأ اجى الوقت اللي صار لازم فيه إني أترك اليوتيوب.
أنا ما عاد أنزل أي فيديو على اليوتيوب، بس حابة إني لكم شغلة. وهون الناس كلها صارت تتكلم عنها، والفيديو جاب أكثر من 26 مليون مشاهدة. بس بعدها سيف رجعت لليوتيوب بشكل طبيعي وصارت تنشر ولا كأنه صار إشي، ولحد اليوم ما حكت عن السبب اللي خلاها تنزل هيك فيديو. ولكن اللي صار مع اليوتيوبر أليكس وايس كان أغرب قصة ممكن تسمعها. أليكس وايس كانت من أشهر البنات على اليوتيوب وأقدمهم، لأنها بدأت في صناعة المحتوى في عام 2009، وكان محتواها متنوع بين المقالب واليوميات والأشياء المضحكة، وجمعت ملايين المتابعين. بس فجأة في 2022 اختفت من كل وسائل التواصل بدون أي إعلان أو سبب واضح، وخلت جمهورها مستغرب وحاسس بغموض كبير حوالين اختفائها. اللي صار معها كان غريب شوي. راحت بيرو وشاركت في مركز روحي ويتعامل مع نبات الآيهواسكا، وكان المكان فيه أجواء غريبة شبه طائفة حسب ما حكوا الناس. التجربة كانت قوية ومكثفة لدرجة إنها خلتها تعيد ترتيب حياتها كلها. هي ما حكت إنها طائفة بشكل مباشر، بس التجربة أثرت عليها كثير وخلتها تبعد عن الكاميرا وعن صناعة المحتوى اللي اشتغلت فيها سنين طويلة. Also, I guess we should explain, like, for dummies, not literal dummies, but like for dummies, the book. what we're even talking about or what happened. Sure. Ayahuasca, a tea, a brew, a psychedelic. Yeah, a boiled down viscous substance that the more you drink it, the more it tastes like fucking shite. It tastes horrible. It tastes horrible, which is the point of it. There's a symbolism in the fact that it tastes bad. Yeah, you've got to get past that. You got to get past the hard stuff. It is something that you drink in a ceremonial setting. Oftentimes you will purge in various different ways, and it leads you to expanded states of consciousness. That looks so different for everyone. Like for you had visions. I have visions, yeah. I don't have visions. Everything is visceral. I feel everything. But that's not even, that scratches the surface of what we were doing there. Barely. You know, because we were working with other plants too. Part of what a master plant dieta is working with non-psychoactive plants. Yes. A master plant dieta is getting your body quiet enough that it can learn from the plants that you're drinking. أغرب إشي بهاي القصة هو اختفائها المفاجئ وفترة غيابها الطويلة، وكمان التلميحات الغريبة عن الممارسات الروحية هناك. كل هالإشي خلى جمهورها يتساءل عن اللي صار بالضبط. ولما رجعت بعد فترة حكت إنها كانت محتاجة وقت لنفسها وترتيب حياتها وإعادة اكتشاف نفسها بدون ما تكشف أي تفاصيل زيادة. القصة كلها فيها نجاح مفاجئ وغموض وتجربة روحية وانسحاب مفاجئ، وهذا اللي خلى قصة أليكس صادمة وغامضة فعلا. بس الصراحة لما نسمع عن كل هذول الناس اللي تركوا الشهرة فجأة بنبلش نسأل حالنا، هل الشهرة فعلا إشي حلو زي ما الناس متخيلة، ولا ممكن تكون نقمة أحيانا؟ اللي ما بنشوفه خلف الكواليس هو الضغط النفسي الكبير اللي بتعيشه هاي الشخصيات. اليوتيوبر دائما تحت المجهر، كل تصرف كل كلمة وكل فيديو ممكن يسويه ينقلب ضده بثواني. وفي كثير منهم بيحكوا انهم تعبوا من التمثيل او من محاولة ارضاء الجمهور طول الوقت. يعني تخيل بعد ما توصل لملايين المشاهدين والمتابعين وتعيش حياة الكل بتمناها، تيجي لحظة وتحس انك فقدت نفسك تماما وانك ما بتعرف مين انت بدون الكاميرا. هون بيبدا الصراع النفسي الحقيقي واللي ممكن يوصل البعض لقرار مفاجئ مثل الاعتزال او الاختفاء الكامل. ومن القصص اللي بتأكد هالإشي قصة اليوتيوبر إيما كانت من انجح اليوتيوبر في العالم، وصلت لمرحلة الكل بيحكي عنها انها صوت جيل اليوتيوب. لكن في 2021 اختفت لفترة طويلة بدون اي اعلان، وبعدين طلعت تحكي انها كانت تحس بضياع وانه الشهرة السريعة خلتها تفقد متعتها بالحياة. رجعت بعدها بس باسلوب بسيط اكثر بعيدا عن ضغط الارقام والمشاهدات. وبرضه في قصة شاين داوسون اللي كان من اوائل الناس اللي غيروا شكل المحتوى على اليوتيوب، بس واجه انتقادات ضخمة بسبب فيديوهات قديمة، فقرر يختفي لفترة طويلة ويبتعد عن الأضواء قبل ما يرجع بعد سنين بمحتوى مختلف تماما ويحاول يبدأ من جديد. كل هاي القصص بتورجينا إنه الشهرة مش دائما معناها الراحة، وفي كثير صناع محتوى بيعيشوا بصراع داخلي بين حبهم للناس وبين حاجتهم للهدوء والخصوصية. وبالنهاية اختفاء كل واحد من هذول المشاهير بيخلينا نحترم قرارهم حتى لو ما عرفنا السبب الحقيقي وراء اختفائهم، لأنه يمكن هم كانوا فعلا بحاجة انهم يختفوا عشان يرجعوا يلاقوا نفسهم. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تعمل لايك واشترك في القناة، وهاي فيديوهات ثانية متأكد انها راح تعجبكم.